أخذنا شرح إلى أبناء المدارس اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني. يلا بينا نحل أسئلة كتاب الوزارة كتاب المدرسة في إلى أبناء المدارس للشاعر معروف رصفي. جاب لك بيتين، بيت كده حلو وجميل كده وبيت كحيان كده، تمام. فبيقول لك أهمية العلم. الشاعر كان بيتكلم عن أهمية العلم. الواحد اللي معاه فلوس هيبني بيت حلو، واللي معاه علم هيبقى قوي. بيحول، احنا قلنا ان العلم بيحول الانسان الفقير لانسان غني، يبقى العلم يرفع اهله، يبني المستقبل بالعلم. العلم يحول اهله من العجز الى القدرة. نيجي ناخد معاني الكلمات. كفى يعني يستغنى به، يستغنى الانسان بالقناعة عن الناس. يبين يعني يكشف الاب حقيقة السارق. علوا عظمة ورفعة، احنا قلنا العلم بيحول البلد لمكانة كبيرة قوي. علوا عظمة ورفعة، تتصف مصر بعظمة مكانتها. نصير مؤيد أو مناصر، كن مؤيدا للضعفاء. للمجد يعني للرفعة والشرف، يسعى العلماء لتحقيق المجد لبلادهم. ارتوت يعني سقيت بماء كثير، ارتوت الأرض بماء النيل. بفيض بكثرة وزيادة، تعلمت من فيض أخلاق أبي. يبقى كفى يستغنى به، يبين يكشف ويوضح. علوا عظمة ورفعة، نصيرا احفظوا معايا مؤيدا ومناصر. للمجد للرفعة وللشرف. ارتوت يعني سقط بماء كثير. بفيض يعني بكثرة. ناخد النشاط رقم 2 بقى. ركزوا معايا صفحة 100. نختار الإجابة الصحيحة. الشاعر معروف الرصفي يا أولاد بيتحدث عن أهمية التعليم. رسالة الشاعر موجهة إلى طلاب العلم. كل شوية يقول يا أبناء المدارس، إلى أبناء المدارس، أبناء المدارس. جاءت كلمة يبين معناها يوضح ويكشف. صح وغلط. يفسر العلم الكثير من الأشياء غير مفهومة. صح، بيعرفك الحاجات انت ما انتش فاهمها. الشاعر لا يثق بطلاب العلم. طبعا غلط، بيثق بيهم. البلاد الضعيفة هي من تهتم بالعلم وطلابه. طبعا غلط، البلد القوية اللي بتهتم بالعلم مش تبقى قوية. صديقتي نهى تحب أن تسافر إلى جمع بلاد. معنى مؤيد مناصر أو نصير. مفرد أسوار سور. مضاد يخفي يعني يكشف يعني يبين، ومضادها يكشف يعني يبين. اشتريت كتابا يكشف يعني يبين الكثير من الأمور، ومضادها يخفي. هنستخرج من الأبيات يا ولاد. أبناء المدارس هم الأمل الكبير للشاعر. أبناء المدارس إن نفسي تؤمل فيكم الأمل الكبير. لو أنت ما انتش عارف تطلع، يعني جايب لك الشرح مش عارف تطلع البيت، قولها كذا مرة، فهتلاقي كلمة موجودة في الشرح وصوت كلمة موجودة في النص بتاعك. هنا الأمل يبقى تجيبها بقى. الشاعر حاطط أمله فيكم. يرتفع شأن البلاد بطلاب العلم. ستكتسب البلاد بكم علوا إذا وجدت لها منكم نصيرا. العلم هو النور. طبعا احنا قلنا العلم النور في البيت الأول على طول. وكفى بالعلم في الظلمات نورا يبين في الحياة لنا الأمور. طبعا احفظ البيت وقرأه كتير على القناة، شرحه بكذا طريقة ومواطن الجمال وكل حاجة. هناخد النشاط رقم 2 هاء. الفكرة الرئيسية اللي بيتكلم عنها الشاعر العلم يا ولاد أهمية العلم ودوره في حياة الفرد والمجتمع. بيوجه الشاعر كلامه لمين؟ لأبناء المدارس. فايدة العلم نور الطريق، يبين لنا الأمور، تعلو البلاد، ينشر الغني، يحول الغني لفقير، ويحول العاجز لقوي، ويحول الضعيف إلى غني. الكلمات اللي لها نفس النهاية صور وقدير، تمام. النشاط رقم 2 ازاي؟ بيقولك هذه التعبيرات المجازية. وأصبحتم بها للعز حصنا، شبه طلاب العلم بإيه؟ بالحصن. وكنتم حولها للمجد سورا، كنتم أنت سور، شبه طلاب العلم بإيه؟ بالسور. إذا ارتوت البلاد بفيض علم، ارتوت البلاد شبه البلاد بإيه؟ بإنسان يرتوي. في فيض علم شبه العلم بإيه؟ بنهر غزير. دي صفحة 101.